السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا رب تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم واحد الميني بسبوسات كيجيو رائعين البنات. نشارك معكم وحده كبيره سابق اللي حطيتها في القناه، وفي نفس الوقت غنصايب وحدين صغار اللي غيجيو كيجيو فنين ما شاء الله. الصراحه هذوك الميني بسبوسات الفكره كانت ديال الاخت لذة واستفاده، مخوذه من عند لذة واستفاده. نتمنى تزوروا القناه ديالها، صراحه عندها ما يتقال ما شاء الله. القناه ديالها غزاله، غنخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف. بالنسبه للمقادير البنات، نصايب وفي نفس الوقت غنقول لكم المقادير. كنحتاجوا هنا 3 الكيسان ديال السميده الرقيق متوسطه عفوا، وكنحتاجوا كاس ديال الزيت كنبسبسوها مزيان نخليوها ترتاح، وكنزيدوا عليها ساشي ديال الفاني وساشي ديال من وزن 7 غرام ديال خميره الحلويات، وكاس ديال سنيده. يعني سنيده كيبقى على حسب الذوق ديالكم واش كتبغيو حلو ولا لا. المهم صافي كنخلط كلشي المكونات مع بعضياتها، وكنضيف عليهم واحد البواطه ديال لا كريم فريش. يمكن لكم تكتفيو غير باللبن الا ما عندكمش لا كريم فريش. انا هنا درت وحده ديال لا كريم فريش القياس ديال الكاس، وضفت عليهم هنايا تقريبا شي 3 ديال الكيسان ديال الرايب. وي الرايب اولا اللبن، يعني اللي كان عندكم ديروه اللبن اولا الرايب الحامض كنقصد. الا جاتكم قاصحه يمكن لكم تزيدوا يعني الرايب اولا الحليب عفوا بغيت نقول. المهم هنايا خصني نزيد مازال شي شويه ديال الرايب. صدقوني البنات كتجي رائعه رائعه. هنا البنات نسيت ما قلت لكمش البيض في المقادير. هنايا ضفت 2 ديال البيضات، ماشي مشكل واخا نسيناهم نزيدوهم. المهم كنخلطوا هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى كتجانس. نحاولوا ما نعجنوش فيها بزاف، غير نخلطوها حتى كنحصلوا على هاد القوام هذا، على هاد الشكل هذا كيكون سائل. هنايا البنات جبت هاد القوالب هذا، يعني هاد لي مول صغورين هكا. كندير فيهم القياس ديال المعلقه، كنبسطها. قبل من هادشي كندهنهم بالزبده، راكم عارفين التفادي باش ما تلصقش لينا البسبوسه. وكندخلهم الفران يشدوا راسهم غير من الفوق، يعني غنشعل لهم الفران غير من الفوق. وهنايا البسبوسه الكبيره سابق لو شاركتها معكم البنات، كاين واحد الفيديو على القناه يمكن لكم ترجعوا تشوفوه. يعني بطريقه مبسطه وشرح، يعني شرح بحال زعما شي شويه. كان الفيديو طويل. صافي وكندخلها للفران. هنايا عاوتاني كنخرج هادو من الفران، غير كيشدوا راسهم كيف ما قلت لكم ما كيطيبوش. وبالنسبه للاكريم باتيسير البنات راه كاينه حتى هي في القناه، يمكن لكم تدخلوا ديروا ديليس مانار ودخلوا غادي تلقاو طريقه التحضير ديالها. واخا ما عندكمش يعني لا كريم باتيسير، يعني هذيك البودر ديال لا كريم باتيسير، يمكن لكم تصايبوها غير بحويجات اللي عندكم في الدار. صافي البنات هنايا وزعت هذيك لا كريم باتيسير من السطح ديال هاد البسبوسه هذه، وخليتها يعني بردات شي شويه، وعاد ضفت عليها هنايا البسبوسه هكا. يعني هذا الخليط ديال البسبوسه، وإلا قصح زيدوا فيه شي شويه ديال الحليب البنات. الا قصحت لكم هذاك الخليط اولا العجين ديال البسبوسه زيدوا فيه شي شويه ديال الحليب باش يجي شي شويه ليكيد. صافي من بعد البنات غندخلهم للفران ان شاء الله، وغادي نتلاقاو في النتيجه النهائيه ديال هاد الميني بسبوسات هادو. بالنسبه لهاد البسبوسه هيدا البنات الكبيره، انا صافي راه شدت راسها من الفوق، يعني كانت في الفران خرجتها وخويت عليها لا كريم باتيسير حتى هي هنايا. صافي وكان جاتني الفكره انني نحط يعني ولا في الحشوه ندير هاد المكسرات اولا لي فروي سيك. صراحه كيجيو حتى هما كيعطيو لها واحد يعني مذاق مغاير وفكره مغايره على المعتاد. غير جربوها البنات صراحه كتجي رائعه. صافي وكنخوي الخليط كيف ما قلت لكم. الا قصح معكم فزيدوا غير شي شويه ديال الحليب باش كترجع شي شويه جاريه. صافي وغنغطي السطح ديال البسبوسه ديالنا على هذا الشكل هذا. غنغطيوها كامله، يعني نغطيو داكشي كله ما تبقى تبان حتى شي حاجه. وغندخلوه للفران ان شاء الله، ونشعلوا عليه الفران من الفوق ومن التحت، يعني بحال الطياب ديال الكيكه، بحال اللي كنتو غادي طيبوا كيكه. اون فوا تحمر وتشد راسها وتحمر يولي اللون ديالها دوغي، كنخرجوها بطبيعه الحال. وصافي وكنزينوها كيف ما بغينا. وبالنسبه للتزيين انتم غادي تشوفوا معايا البنات كيفاش زينتها.
كنعتذر البنات على الصوت اللي ماشي حتى ليه شي شويه مروحه. المهم صافي هنايا بعد ما طابت البسبوسه ديالنا خرجتها مازال سخونه. كنجيبوا السيرو وكنسقيوها به بطبيعه الحال، يعني هذه القضيه معروفه. غير واحد الحاجه البنات بالنسبه للسيرو، انا هذه المره هذه درت فيه يعني العصير ديال التين، ماشي غير الماء والسكر، درت العصير ديال البرتقال وواحد الساشيه ديال الفاني، كيعطيو البسبوسه واحد المذاق مغاير ورائع، واحد المذاق يعني منعش. صراحه كتجي البسبوسه رائعه. هذا فيما يخص البسبوسه يعني بحجم كبير. بالنسبه للتزيين فدائما انا نفس التزيين عندي، زينتها بهذه الطريقه هذه، الكوك سميتو البيستاج او الفستق ياك باللغه العربيه. كتجي على هذا الشكل هذا البنات، والحشوه كتجي رائعه ديال لا كريم باتيسير، كتجي فنه ومغاير المذاق كيف ما قلت لكم. وبالنسبه لي ميني بسبوسه البنات كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني ها هما بعد ما طابوا تحمروا اللون ديالهم دوغي. كنحيدهم الليمون بطبيعه الحال دغيا كيديمولاو، حيتاش دهنت سميتو هادوك القوالب دهنتهم بالزبده دغيا يعني دغيا تحيدهم، يعني ما كتلقاوش صعوبه، ما كيلصقوش. صافي هذاك الخوا هذاك ديال اللي كاين في البسبوسه هو اللي غادي نعمر ان شاء الله معكم بلا كريم باتيسير، وغادي تشوفوا كيفاش غيجيو صراحه رائعين. صافي البنات غادي نحيدهم كاملين من ليمون ونقلبهم على الوجه الاخر. وداك الساعه غنسقيهم ان شاء الله بالسيرو اللي صايبت كيف ما قلت لكم، بسنيده والماء والعصير ديال التين والفاني. صافي كنسقيهم حتى نكمل يعني هاد الميني بسبوسات كاملين، ونتلاقاو ان شاء الله في التزيين. بالنسبه للزينه البنات، هنايا انا استعملت لا كريم باتيسير هذاك اللي بقى عليا من الكبيران. المهم كنوزعوا بهذا الشكل هذا على السطح ديال اولا ديال الوجه ديال يعني هاد البسبوسه هذه. كيجيو دايرين بحال شي ميني طارت، كيجيو رائعين صراحه، كيجيو رائعين. وسورتو من كتزينوهم، يعني انا زينتهم بهذه الطريقه هذه جو صراحه فنين ومغايرين على داكشي اللي مولفين نشوفوا في البسبوسات. التزيين كيبقى على حسب موجود عندكم طبيعه الحال في الدار. انا كان عندي هذا الشيء هذا اللي راكم تشوفوا درتو، يعني اكتفيت به. وحده درتها بلي فخوي ساك ولا الفواكه المجففه، وحده درتها بالرقائق ديال اللوز، جات رائعه صراحه، عجبتني هذيك اللي برقائق اللوز. وكذلك عاوتاني اللي فخوي غوج كيف ما شفتوا معايا. هذه عاوتاني زينتها بالبيستاج، جبت بيستاج قسمتها على جوج وزينتها بداك الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ورشيت عليها شي شويه ديال الكوك. وهذه حتى هي بالفواكه هنا الحمراء على هذا الشكل هذا جات. كيجيو دايرين بحال شي كيف ما قلت لكم بحال شي ميني طارت، كيجيو رائعين البنات. هاد لي ميني طارت، هاد لي ميني بسبوسات هادو اللي بلي فخوي غوج، داك اللي فخوي غوج شي شويه حامضين مع داك الحلاوه، جاو عطي لها واحد المذاق رائع البنات صراحه. ما شهيتكم فيه يعني مقادير كيف ما شفتوا معايا بسيطه وفي المتناول ديال الجميع. هنايا حليت معكم البنات وحده باش تشوفوا في الداخل ديالها كيفاش دايره. لا كريم كتجي في الوسط ومن الفوق زائد هذوك اللي فخوي هذوك كيعطيو لها واحد المذاق كيف ما قلت لكم رائع. والمذاق بطبيعه الحال ديال البرتقال والفاني، داك الميلونج هذاك صراحه كيعطيها واحد المذاق بحال شي طارت، بحال شي ميني طارت.
بالرقائق ديال اللوز، جات صراحه عطيه منظر رائع رائع صراحه. كانت هذه فكره اليوم البنات، كنتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم الى عجبتكم الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش تدعمونا باللايك ديالكم والاشتراك في القناه اللي باقي ما مشترك، وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. كاينين اخوات كيقولوا لي ما كنتوصلوش بالجديد ديالك، فما عليكم الا تديزابوناو وتعاودوا تابوناو من جديد وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم الجديد ديال القناه. كيف ما قلت لكم الا يعني طبقتوا الوصفه خليوا لي في التعاليق، او لا كما قلت لكم الا كان عندكم انستغرام خليوا لي في يعني غنخليكم في صندوق الوصف سميتو الانستغرام ديالي. مرحبا بكم معايا وبارطاجيو معايا يعني الوصفه اللي صايبتو. غنخليكم مع الصور وغنقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. في امان الله والسلام عليكم.